بليز. شكرا. قائمة الدول التي تدعم جبهة البوليزاريو في حق تقرير مصيرها طويلة وعريضة من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا، حتى أن جبهة البوليزاريو عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي مثل العديد من الدول. الآن السؤال: لماذا في كل خطاباتكم وتدخلاتكم تتهمون الجزائر، حتى أنه اليوم في مداخلتكم ذكرتم الجزائر أكثر من ذكر جبهة البوليزاريو التي هي الطرف الآخر الأساسي؟ لماذا تخصيص اتهامات الجزائر؟ شكرا. ممكن تتفضل تذكر اسمك وتمثل أي جهة؟ أريد مشاركة سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية تتكلم باسم الجزائر، تدافع عن الجزائر الآن. هذا لا، ولكن أنت تمثل. لا، عندك الحق. أخلاقيا أسأل أي سؤال. أخلاقيا سكاي نيوز هي التي تؤدي لك ثمن، هي التي تؤدي على العموم. أنا سوف أجاوبك. لماذا تكلمت عن الجزائر؟ لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي خلقت البوليزاريو وسلحته ودعمته دبلوماسيا، وهي التي غير هذه السنة يعني خصصت 6 ملايين دولار لللوبينج من أجل البوليزاريو. من أين تأتي شرذمة البوليزاريو بأسلحتها؟ من تندوف. أين توجد الجمهورية المزعومة؟ في تندوف. أين يوجد المسؤولين تاع البوليزاريو؟ في تندوف. من يؤدي الثمن ديال التذاكر تاعهم، الاوتيل تاعهم، الأسفار تاعهم، السيجارات بتاعهم؟ في تندوف. الجزائر هي التي خلقت البوليزاريو، وهي التي تموله، وهي التي الآن تدافع عليه. وأنا لا افريقيا سيقف هنا مع الدعم السياسي. الدعم السياسي شيء. احنا لا نقول الجزائر ما عندهاش الحق تتكلم على تقرير المصير، ما فيش. هذا مبدأ، كما نحن كذلك ندافع على تقرير المصير في جميع أنحاء العالم. ولكن لما الجزائر تؤدي ثمن الأسلحة، ثمن الأوتيلات، ثمن اللوبيات، ثمن المظاهرات في أوروبا، ثمن مجموعات الضغط، من يؤديها؟ الدولارات ديال الجزائر. لذا نتوجه للجزائر. وطبعا الطاولات المستديرة تكلمت على الدور الجزائري. الآن مجلس الأمن يطلب من الجزائر أن توضح موقفها لكي نمشي سوا من أجل تسوية هذا الموضوع. شكرا حبيبي، تفضل. كنتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم، وما تبخلوش علينا بلايك